النهارده هنتكلم بقى على موضوع مهم قوي 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 في البريبيد برضو انشورنس، في البريبيد اكسبنس، عفوا في البريبيد اكسبنس. هنتكلم على لو انا اشتريت اكويبمنت، معده. لو انا اشتريت معده كبيره هتقضيني مثلا لمده 5 سنين مثلا. فانا اشتريت عندي فعلا اوريدي معده في الشركه اللي احنا بنتكلم عليها سوفت بايت. اشتريت اكويبمنت ب 5000. طب وال 5000 دول ما هم اصل، ما رميتهمش مصروف ليه؟ لان الاصل ده، لان المعده هستفيد بيها لاكتر من فتره محاسبيه، اكتر من شهر. ده مش شهر واحد، بدل هستفيد بيها 5 سنين. 5 سنين معاك تكفيك المعده دي، او 10 سنين كمان. فبالتالي هنا لازم برضو كل شهر اقلل المعده واحط حته مصروف، اقلل المعده واحط حته مصروف. بس واقعيا ما ينفعش اجي جنب الحساب ده نهائي. الاكويبمنت ده ثابت معايا طول ما المعده موجوده، لازم اسيب ده موجود زي ما هو. فاضطرينا نعمل حساب وسيط، او مش وسيط، حساب كونترا اكاونت، حساب مع الحساب ده مربوط بالحساب ده، لازق في الحساب ده باستمرار معايا على طول، بيجوا جنب بعض على طول. اسمه accumulated depreciation. بقول ايه؟ بقول من برضه، ما هو نفس الكلام، من حساب الديبريشيشن اكسبنس اهو، ديبت ديبريشيشن اكسبنس سي مثلا ليكن ب 40، بغض النظر عن حسبتها ازاي. كريدت accumulated ديبريشيشن، مجمع اهلاك ب 40. واحد يجي يقول لي طب الديبريشيشن اكسبنس ده طبع ده ايه؟ ده مصروف، يبقى هنا ال 40 دي هتروح هنا اهي، ال 40 دي هتروح هنا. طب الاكيوميليت ديبريشيشن ده حساب جديد نوفي، ما نعرفش عنه حاجه. احنا ليه ما قللناش الاكويبمنت بشكل مباشر؟ المعيار بيقول لك ما ينفعش تيجي جنب الاكويبمنت، لان دي عمرها طويل 10 سنين، فما ينفعش تيجي جنبها. مش زي السبلايز، مش زي بوليشه التامين، ما ينفعش تقللهم بشكل مباشر زيها، لا. لازم تفتح حساب جديد يبقى معاها على طول، لازق فيها على طول، مرتبط بيها على طول، اللي هو الاكيوميليتد ديبريشيشن اللي خاص بالمكنه، بالاكويبمنت. لازم تكتبه كده، اكويبمنت للمعده دي. يبقى في مجمع اهلاك خاص بالمعده دي. يبقى انا لما اجي اقول لك القيمه الدفتريه بتاعه المعده كام، تقوم قايل لي على طول الاكويبمنت ناقص الاكيوميليتد ديبريشيشن. دي ديبت ودي كريدت اهي، زي ما انت شايف. ف 5000 ناقص ال 40 يدي لك كام؟ يبقى 4960. قيمتها بقت 4960. ده في نهايه شهر اكتوبر بعد ما عملنا قيد التسويه. تاني، الحركه دي بنعملها ليه؟ لان عندي المعده دي هتقعد معايا، او خط الانتاج او المبنى او اي حاجه طويله الاجل، عمرها طويل جدا، لازم اسيبها زي ما هي، ما باجيش جنبها. امال طبعا هتحايل عليها ازاي؟ ما احنا لازم نقللها كل سنه شويه، لان ده مصروف واحنا ما ثبتناش مصروف، لازم نقللها شويه كل شهر. فنعمل قيد نسميه من حساب المصروف الاهلاك ديبريشيشن اكسبنس، مصروف الاهلاك، مصروف اهو، لحساب الاكيوميليتد ديبريشيشن، حساب مجمع الاهلاك، زي اي قيد بريبيد انشورنس، من حساب المصروف لحساب الاصل. انا قللت الاصل بس ما ينفعش اقلل الاكويبمنت، فعملنا حساب اسمه اكيوميليتد ديبريشيشن مرتبط بالحساب ده، بنقلل بيه الحساب ده، دايما بيطرح من الحساب ده. عشان كده الحساب ده اسمه كونترا اكاونت. يعني ايه كونترا اكاونت؟ يعني حساب شاذ. ليه شاذ؟ لان هو بيبقى موجود في الاصول، لكن طبيعته دايما هتبقى دايما هتبقى جاي كريدت، دايما هيبقى جاي كريدت، عمره ما هيجي ديبت ده خالص غير لو بعنا الاصل، دايما هيبقى جاي كريدت. فانا عندي، واحنا هندرس في الترم الثاني بالتفصيل الممل، هندرس الحركات دي بالتفصيل الممل، يعني ايه اكويبمنت بالتفصيل، هتعرف عنها كل حاجه. ازاي جبنا ال 40 دي اصلا؟ هنعرف بنجيبها ازاي في الترم الثاني. فالقصه الاكيوميليتد ديبريشيشن دي مهمه جدا، ولازم تبقى انت عارفها ان في حساب اسمه بيتفتح جديد اسمه اكيوميليتد ديبريشيشن، مرتبط بالاكويبمنت، مرتبط بالمعده دي، بيبقى لازم معاها. فهنا ده ديبت 5000، كريدت 40، يبقى قيمتها 4960. يبقى اللي انا عملته ايه؟ انا برضو قللت الاسيتس، قللت قيمه الاسيتس اهي، وزودت المصروف ب 40. لو ما عملتوش برضو الاكسبنس اندر استيميتد والاسيتس اوفر استيميتد.
ده بالنسبة لقيد الإهلاك. أشوفكم الفيديو اللي جاي.